ينضم إلينا للحوار دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية. أهلا بيك يا دكتور مجدي. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين في العالم كله. أكيد السؤال الطبيعي في هذه الحالة مع حضرتك وفي ظل تخصصك هو طبيعة وخطورة النفايات وعملية حرقها للتخلص منها وخطورته على صحة الإنسان. انا عاوز اتكلم بس على حاجه مهمه جدا. انا اتفضل. فوجئت بخبر. حضرتك بيدفعوا كل شهر في مصر هنا عندنا من البلاستيك من نهر النيل، نهر النيل 10 طن شهريا، ده خطير جدا. يبقى وكمان احنا بندخن في السنه 70 مليار سيجاره، يعني 70 مليار عقب سيجاره، وده فيه بلاستيك. يبقى احنا عندنا الحاجات دي كلها بتعمل تسمم المجتمع كله والبيئه بالبلاستيك، والبلاستيك دي مخاطر كثيره جدا على الكائنات البحريه، وبيعملوا تسمم واضطرابات سلوكيه وجوع واختناق وتغيرات هرمونيه واضطرابات في النمو وتشوهات في الانجاب والاصابه بالسرطان. كل ده عشان واحد بيرمي كيس بلاستيك او حقيبه بلاستيك او عبوه بلاستيك لمياه غازيه مثلا في مياه النيل. الخطر الثاني اللي هو النفايات الالكترونيه، كل شويه عمالين يغيروا المحمول ويغيروا الكمبيوتر واللابتوب ويرموه في اي مكان. الحاجات دي كلها، دي النفايات الالكترونيه خطره كبيره جدا، ده خطر صحي بيهدد العالم كله، وده بتتكدس وهتعمل لي مشاكل لان فيها معادن ضاره وفيها اداره غير سليمه. النفايات الالكترونيه دي مشكله صحيه في العالم كله، فيها مواد خطره جدا على البيئه والصحه وبتهدد الاجيال، وبرضه ما حدش واخد باله من المنطقه دي، او خاصه الاطفال المراهقين النساء الحوامل اكثر عرضه للخطر. برضه نخلي بالنا من النفايات الصحيه، والنفايات الصحيه ممكن تكون في البيت، واحد هيرمي سرنجه، واحد هيرمي قطنه، واحد هيرمي اي عبوه دواء عنده. يبقى المخلفات دي ممكن تكون حاجه فيها كائنات ضاره، ميكروبات، اي نوع من الميكروبات، اجسام حاده، محقن، ابره، مشرط، شفره، ازازه مكسوره للدواء، مواد كيماويه، مذيبات، مطهرات، مستحضرات دوائيه عفى عليها زمان، مخلفات مشعه في بعض الاماكن، مخلفات خطره. يبقى الحاجات دي حفاضه لاحد المرضى او طفل صغير او واحد كبير، حفاضه الدم عن الدوره الدورانيه في الدوره الدمويه في البنات، كل ده ممكن يترمي ويبقى مرتع ومزرعه للميكروبات في المجتمع وتضر حتى الحيوانات الموجوده. العالم بيعمل كل سنه حوالي 16 مليون حقنه بيترمي في الاماكن مش معروف بتروح فين، والاداره بتاعتها يعني نسبه المخلفات غير الخطره بتبقى تماما تحدد 85%. 15% مواد خطره مش عارفين بتروح فين في العالم كله، سواء كانت سامه او مشعه. وبالتالي كلنا عايزين نزود الوعي. يبقى نشكركم على طرح هذا الموضوع النهارده، كل واحد فينا قبل ما ترمي الحاجه فكر هل ممكن اعاده تدويرها، حد يستخدمها تاني، احطها فين، احطها في كيس بلاستيك، احطها في ازاي. ان المنديل نفسه اما بترميه اللي فيه مخاط او فيه غازات تنفسيه، ده ممكن ينقل حوالي 200 فيروس تنفسي، وممكن ينقل الكورونا، وممكن ينقل فيروس الخلو التنفسي، وممكن ينقل الميكروبات والانفلونزا. بس المنديل عشان انا رميته واحد تاني جه مسكه، او مثلا رميته على المنضده او الترابيزه وواحد تاني جه مسكه او نظف المكان. يبقى مهم جدا ان احنا نهتم بالبيئه، واحنا عايشين في عصر لازم كلنا نعيش في توازن بيولوجي مع الكائنات الاخرى، حتى مع الميكروبات، حتى مع الفيروسات والبكتيريا، هنحترمها وما نحاولش نخرب التوازن اللي بيننا وبينهم. التخريب ده هيخلي فيه ايدز ينتشر، والتهاب كبدي فيروسي ينتشر، والتهاب كبدي سي ينتشر، وشفت الفيروسات المستجده كلها اللي جات عن طريق اللي هو تغير المناخ او عدم احترام النظم البيئي. نعم، أنا بشكر حضرتك دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية على